اوقات بتحس ان في ناس الحظ بيحبهم بزيادة، والمواقف اللي حصلت معاهم مستحيل تكون صدفة، وده لان الكاميرات قدرت تصورهم في الوقت المناسب. علشان كده النهاردة هوريكم الاشخاص الاكثر حظا في العالم، لكن اللي حصل ده كان بفضل الله عز وجل. انا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. Oh my God! الباشا ده نزل من العربية من غير ما يسحب فرامل اليد، واللي حصل بعد كده ما كانش ليه اي تفسير. شوفوا هنا الحظ اشتغل معاه ازاي. الو وراك الو. واضح كده ان فلوس العربية دي كانت حلال. خروج الراجل ده كان في اللحظة المناسبة وفي المكان الصح، وده فعلا كان من رحمة ربنا، واللي انقذت الولد ده في اخر ثانية. هو اللي حصل معاك ده مش حظ خالص، ده دعوة حد ليك وجاتلك في الوقت الصح. بجد ردة فعله هنا كانت في اللحظة المناسبة بالظبط، وده كان من حظ المذيعة دي. العامل ده اللي هيعمله هنا هيخليك تحس ان مش شخص عادي خالص. انت رأيك ايه في اللي حصل معاه؟ كان حظ ولا ردة فعل سريعة ولا الاتنين مع بعض؟ بالظبط كانت ثانية واحدة كمان والموقف كان هيبقى كارثة، بس ستر ربنا هو اللي خلى كل حاجة تعدي بسلام. اللي هيحصل دلوقتي مش مجرد حظ، ده ستر ربنا فعلا، وده بسبب ان ركن غلط وكان قريب قوي من الطريق. الراجل ده بصراحة تصرفه جه في الوقت المناسب، واللي قدر ينقذ فيه الشخص التاني في اخر لحظة. العامل ده نام على الآلة اللي شغال عليها، وساعتها عمل كارثة كبيرة. بجد كان محظوظ قوي، وكويس ان طلع منها من غير ما يتصاب بأي أذى. المفروض ان الشخص ده هينفذ لعبة البلياردو من غير ما يبص عليها، لكن اللي حصل هنا كان غريب جدا. الشاب اللي لابس ازرق ده اللي هيعمله دلوقتي اكيد مش عادي. مهارة سواق النقل هنا بجد كانت فوق الممتاز، وهي اللي انقذت الموقف ده بصراحة. في اللحظة اللي الراجل ده كان بيحاول يربط فيها الأنابيب حصل خلل بسيط، لكن ساعتها كان محظوظ بشكل كبير. أو موقف زي ده يثبت لك إن الحظ لما يحبك مش محتاج تبذل أي مجهود خالص، كل حاجة هتيجي لحد عندك. احنا دايما متعودين نشوف الحيتان وهي بتنط في المية كنوع من اللعب والاستعراض، بس المرة دي الموضوع كان مختلف تماما، وده من حظ الناس اللي كانوا راكبين المركب واللي كانوا قريبين جدا منه. السؤال اللي دايما بيطرح نفسه، ليه دايما بيحذرونا ان محدش يقرب من المعدات التقيلة؟ هتعرفوا الإجابة حالا من اللي هتشوفوه دلوقتي. Oh my God! أنا بجد مش عارف هنا الناس ازاي واثقة في الجسر ده وهم بيعدوا عليه، مع انه شكله مش مطمن خالص، بس من حسن حظ الراجل ده ان عدى في الوقت المناسب. Esse trecho da pista é perigoso, não tem acostamento, os buracos foram tapados com barro e os veículos passam em alta velocidade. هو أكيد بعد اللي حصل معاه مستحيل يكرر الموقف ده تاني. المعلق ده أظن اللي حصل معاه مستحيل يتكرر. كرة الهوكي كانت خلاص على بعد سنتي واحد منه، والأجمل إنها اتصورت في الوقت المناسب بالظبط. الشخص ده من الصدمة اللي شافها دلوقتي ما اعتقدش إنه هيفكر يجي المكان ده تاني. في اللحظة الأخيرة لحق نفسه بالعافية قبل ما سمكة القرش توصله.
ده خطوة واحدة بس وكنا هنشوفك بتطير زيه كده في الهوا بالظبط. وهنا لما يكون سواق الموتوسيكل محترف ومحظوظ بشكل كبير، وبجد صاحب العربية هنا كان هيتسبب في كارثة كبيرة. ده بقى يثبت لنا ان في طرق كتير قوي علشان تقدر تصطاد بيها. رغم الغلطة اللي عملها اللاعب ده، بس الحظ كان معاه بشكل كبير. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. وياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.